السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضرتك أبو مريم. نتمنى ما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. مبدئيا حابب أقول لحضراتكم إن مفيش مشروع هيخليك مليونير، إنما في مشروع هيفتح بيتك. وأعتقد إن كل اللي بيتفرجوا على اليوتيوب بيبقوا عايزين مشروع يفتحوا فيه بيتهم، يعني مش لازم يبقى مليونير، يعني لأن صعب جدا إن أنت تصدق كده. لكن أنا بكتب عنوان زي دوت لأن أنا الفيديو مصوره مثلا في 5 أيام، تعبان فيه، فحابب إن أنا أكتب عنوان عشان حضرتك تدخل تشوفه. يعني يوصل لأكبر عدد ممكن بسبب العنوان. الفيديو محتواه مهم جدا، ومشروع مطلوب كويس جدا في مصر وبره مصر، وده عن تجربة شخصية، وده شغلي. وفي ناس كتير جدا شغالة في المجال ما كانتش ليها في المجال ودلوقتي اشتغلت في المجال. وطبعا أتمنى ما تتفرجش على القناة بتاعتي بس، في قنوات كتير جدا هتاخد منها معلومات. هتاخد مني معلومة، هتاخد من الأستاذ مصطفى الراجل المحترم معلومة، هتاخد من الحاج أسامة حبيبي الراجل المحترم معلومة، تاخد من عم ياسر الراجل الطيب معلومة، تاخد من كل واحد معلومة من كل قناة. طبعا آسف إن أنا ناسي حد يعني، عشان بس اختصار الوقت. وإن شاء الله يكون فيديو ممتع نتفرج عليه مع بعض. أول حاجة عملتها وهي كانت العزل اللي أنا كنت بتكلم فيها، وعزلت بالعزل PVA. وطبعا كل ده أنا عملته أصلا في فيديو دقيقتين، كان نازل قبل الفيديو ده على طول، موجود على القناة. هسيب ان شاء الله الرابط بتاعه اسفل الفيديو. بعد كده اول خطوة بعد العزل الجيد جدا، زي ما حضراتكم هتشوفوا في الفيديو اللي انا هسيبه اسفل الفيديو ده، بنبدأ في رش الجيليكوت. زي ما حضراتكم شايفين جيليكوت شفاف. طبعا الجيليكوت فيه منه معمول وفيه منه جاهز. انا بعمله علشان اوفر السعر، بس يعني الحمد لله بيطلع معاك كويس. الجيليكوت الجاهز لو حضرتك مش هتعرف تعمل، اشتري جيليكوت جاهز. بنخفه لو حضرتك عندك استرين خفه باسترين، اسيتون خفه باسيتون. ده شغال وده شغال. انا اخدت شويه في الكوبايه زي ما حضراتكم شايفين اللي برشهم دول، ده الجيليكوت الشفاف. بدي طبقه كامله على الحوض بالكامل زي ما حضراتكم شايفين كده، جيليكوت شفاف، وبحط عليهم شويه مصلب قد غطا تقريبا. هنا انا رشيت الجيليكوت الشفاف. ببدأ اعمل شوية جيليكوت تانيين يكونوا لون. هو انا بعمله لون ليه؟ انا ممكن ارشه شفاف برضه مش عيب يعني، لكن انا بعمله لون ليه؟ اولا بعمل لون يميز القالب بتاعي. ثانيا علشان يعرفني ان انا رشيت على الوش الشفاف لون تاني، يعني يديني ميزة ان انا لما يغطي باللون التاني اللي هو اللون النبيتي ده، لما كله يتغطى باللون يبقى انا كده اتاكدت ان كل الحوض واخد جيليكوت. طبعا انا موضوع الالوان، تخليط الالوان والكلام ده، انا كانت عندي مشكله كبيره. طبعا اللي كان حلها لي الاستاذ اسامه، هو اللي كان قال لي على الراجل مشكور، اللي كان قال لي على تركيبه الالوان، اطلع الدرجات الالوان ازاي والكلام ده. يعني راجل يشكر، ربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب. وكل الناس اللي بتتفرج علينا اتمنى يدعمونا بالاشتراك في القناة ويفعلوا الجرس عشان يوصل لهم كل جديد. هنا بنرش الجيليكوت النبيتي او اللون ايا كان لونه، زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد الرش بنسيبه، طبعا الجيليكوت الشفاف بعد ما برشه بسيبه بتاع حوالي يعني من ربع ساعة لنص ساعة بيكون نشف. بعد كده برش اللون اللي هو الجيليكوت اللون ايا كان لونه، برضو بسيبه لغاية لما ينشف، يعني بعد تقريبا ساعتين، بسيبهم ساعتين كده، بس ما ببيتهمش لتاني يوم يعني، لان ساعات بيحصل مشاكل لما بيباتوا يعني. فبسيبهم بكتير قوي ساعتين، وببدا زي ما حضراتكم شايفين بجيب ده فايبر 300. انا بفصص الفايبر ال 300 كده 3 طبقات، يعني كل طبقه بتكون 100. حضرتك ممكن تعمل بحاجه اخف، مفيش مشاكل، لكن انا بعمل بالمتاح عندي. ما بيزعلنيش يعني، طول ما الحاجه مش مزعلاني ما بحاولش اغيرها. لو غيرتها ببقى غيرها في تجربه وبشوفها كويسه او لا، وبعد كده بعلنها لحضراتكم في الفيديوهات. بفصص دول كلهم متفصصين. ده في الوش الاولاني بس اللي هو بعد الجيلكوت، علشان اطمن ان الجيليكوت ما فيهوش، ان الفايبر لما يتعمل الوش الاولاني ده اللي هو وش الجيليكوت ما يطلعش فيه اي هواء، ما يطلعش فيه اي مشاكل. برصه ب... على الحوض زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى الفيديو يعجبكم. طبعا بفرشه على الحوض كله طبقه خفيفه، فدي بتطبع معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، كلها طبقه خفيفه جدا. بحط طبعا انا كنت حطيت، ده كان تقريبا كيلو الا ربع بوليستر، حطيت عليهم غطا كوبالت وقلبته كويس جدا لغايه لما بقى لونه كل واحد. وبعد كده حطيت غطيين صغيرين
طبعا أنا شغال بميزان، بس انا عارف ان في ناس كتير مش هيبقى عندها ميزان، فعملته على الغطيان بحيث ان حضرتك تاخد بالك. بعد كده حطيت المصلب غطيين صغيرين وقلبت كويس جدا. انا بعرف منين ان المصلب اندمج مع البوليستر؟ من تغيير لون البوليستر. لما البوليستر بيتغير لونه بعرف ان هنا بدأ ان المصلب تفاعل او مش تفاعل، اتقلب كويس جدا مع البوليستر، المصلب والبوليستر. طيب انا بعمل ايه؟ بدك زي ما حضراتكم شايفين كده. لازم الوش الاولاني ده بالذات ياخد حقه، عشان ما يبقاش فيه اي هوا، عشان يبقى هو والجيليكوت قطعه واحده. بفرده مع الجيليكوت وبدك عليهم كده زي ما حضراتكم شايفين، بحيث انها تطبع خالص. طبعا كان في شويه بودره صغيرين في العلبه، فهم اللي عملوا البياض اللي في الجنب ده، فما فيش فيه اي مشاكل. اهم حاجه ان انا اتمم على الحتت الزخانيق الصغيره اللي هي بتاعه الفتحات الجنوب مش عارف ايه، لان دي اللي بتطلع هوا يعني، دايما بتعمل مشاكل. فدايما ده انا بتك عليها كويس جدا. انما الحتت السالكه مفيش فيها مشاكل يعني. بعد كده بحط الفايبر كامل زي ما هو. بعد ما بخلص ده بسيبه ينشف. يعني تقريبا انا ببيته يعني بكون مثلا عامل دي بالليل، باجي تاني يوم الصبح اشتغل فيها. انا قلت لحضراتكم الفيديو تقريبا واخد 5 ايام. يعني كل يوم بعمل حاجه يعني. انا مش بستنى ما ينشف واشتغل على طول، لا بسيبه براحته يعني. مش قصه يعني. وببدأ احط الطبقه عادي اللي هي طبقه 300. عايز تحط طبقة تانية خفيفة بعد الوش الأولاني عشان تتأكد إن أنت في السليم، مفيش أي مشاكل. بس أهم حاجة الطبقة الأولانية طلعت معاك مظبوطة، أنت في السليم متقلقش. بعد كده بتبدأ تحط برضو نفس القصة، لكن طبقات كبيرة بقى اللي هي 300 على بعض. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع بسيط جدا، مش محتاج لكن هو محتاج تكرار. زي ما قلت لك تتفرج على القناه دي شويه والقناه دي شويه، تاخد معلومه من هنا يعني. ما تاخدش المعلومه من قناتي وتقول بس انا رايح انفذ. الحمد لله في ناس والله نفذت، وفي ناس بعتت لي فيديوهات والحمد لله، وناس اشتغلت. انا مبسوط جدا. وانا مش عارف بيتفرجوا على حد تاني ولا لا، بس هم يعني الحمد لله. هم يعني واحد كان بعت لي فيديو مش عارف بتاع قالب حوض من كام يوم على الواتس، الحمد لله طلع كويس جدا. يعني حتى هو لو باظ منه وهو شغال، كفايه ان هو يعني الخبره اللي خدها دي كويسه جدا. حضرتك برضو قبل كده كان باعت لي بتاع بانيو، بس مش شرط انزل كل حاجه على اليوتيوب يعني، عشان برضو ايه، ما ببقاش فيها معلومات يعني. هو مصور بس النتيجه على طول يعني. بعد ما بعمل الطبقات ال 300 زي ما حضراتكم شايفين، برضو بتدك. اهم حاجه ان انت تنيم الفايبر على الشكل بتاعك. تنييم بتدي الطبقات ال 300 دي. انا هدي في الفيديو ده 8 رئات. هتعدي معايا السنتي يعني، هتطلع معايا سنتي واتنين مللي تقريبا. في الوش عندي ده دايما اهم حاجة، لان هو اللي بيبقى عليه كل الترزيع، بالذات الحدود بتاعة الحوض. يعني انا ممكن ادي 8 للحوض نفسه، والحدود بخليها مثلا 10، خليها 12، مفيش فيها مشاكل. لان هي اللي بيبقى عليها الخبط بتاع الشاكوش كله. طبعا كل ده هتشوفوه في فيديو الصب ان شاء الله لما هنصب. بدي وش في وش في وش زي ما حضراتكم شايفين، وهكذا لغاية لما بدي التمن توشاش. ده بالنسبة للحوض ده أنا بدي 8 توشاش عشان ماسك نفسه. لو أنا عايز أحط فيه مقويات خشب والكلام ده بحط، مفيش مشاكل، لكن هو بيطلع معايا كويس جدا كده لأن الحوض ملموم يعني. بقلبه وانضفه واعزل. برضو اهم حاجه العزل، وهتنسى العزل. ده اهم نقطه لازم حضرتك تاخد بالك منها. العزل ثم العزل زي ما عملنا في الفيديو اللي هسيبه اسفل الفيديو ده. هتشوف العزل عامل ازاي. هتعزل الوش وهتعزل الظهر. بعد ما بتقلب الظهر بتعزله برضو كويس وتمسحه، وتبدأ ترش الجيركوت الشفاف زي ما حضرتك شايف كده. انا حاطط الحدود اللي فوق ديت علشان لما اجي اشتغل بالبوليستر على الفايبر، ما ي... البوليستر ما يمشيش يروح للفتحه بتاعه صرف الحوض اللي هي في النص دي، اللي هو مكان الجيليكوت اللي في النص، فيمسكوا في بعض فابدا اكسر فيه. لا، فعشان كده بستعمل حدود يحجز البوليستر، مش عامله لسر معين يعني، حاجه لنفسي يعني، ما فيهاش سر ولا حاجه. بعد كده بنرش الجيليكوت اللون على الجيليكوت الشفاف. بعدها بحوالي ربع ساعة على حسب ما انا حاطط قد ايه كوبالت ومصلب يعني، لغاية لما يشد. بعد ما برش الجيليكوت اللون بسيبه بتاع نص ساعة، برضو ساعة. ممكن اسيبه ساعتين مفيش مشاكل. لو في ايدي شغل تاني بعمله ما تعطلش يعني. يعني ما تفضلش قاعد للحوض، ما تفضلش قاعد للقالب، الكلام ده كله ما تعطلش في اي حاجة. اهم حاجة تتأكد ان الحوض كله واخد جيليكوت.
لان هي اهم حاجة في الموضوع. الجيليكوت هو الاساس بتاع والطبقة الاولانية اللي هي الراء الواحد اللي هو 100. لو لقيت تعرف تخليه 50 خليه 50، تعرف تخليه 10 خليه 10. هي اهم حاجة الراء الاولاني ده اللي انا هعمله قدام حضراتكم دلوقتي، لان احنا هنكرر نفس العملية تاني. كل اللي عملناه في الوش هنعمله تاني قدام حضراتكم. واتمنى كل الناس اللي متابعانا تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد، لان يبقى لسه في فيديو تاني اللي هو فيديو تلميع الحوض ده القالب ده. لان انا عشان بس ما كنتش حابب اطول، لان الفيديو وصل ل 18 دقيقة، فمش حابب اطول فايه طلعت القالب من الحوض وسبته زي ما هو يعني. وان شاء الله فيديو التلميع وتجهيزه هياخد له بتاع 4 دقايق، فقلت اعمله لوحده ان شاء الله. وهيبقى في فيديو ده ممكن ينزل بكره بعد بكره بكتير. وان شاء الله هنعمل فيديو لصب حوض عليه، وهعرفكم برضو ازاي تعزلوا وازاي تعملوا الكلام ده كله. واول نتيجة تطلع من الحوض هتشوفوها ان شاء الله مع بعض. ادعوا لنا ربنا يوفقنا ويوفق الجميع. طبعا اي حد عايز الحوض انا تحت امره. وكده كده ده منتجات يعني مش عاملينه، مش بنعمل فيديو ونرمي الحوض، لا دي منتجات للشغل. اللي عايز الحوض نعمل له حوض، احنا تحت امرك. يكلمنا، انا رقمي في وصف القناة، واللي هيطلبه في الرسائل انا تحت امرك برضو. واللي عايز القالب، اللي مش عايز يعمل حوض وعايز قالب عايز يشتريه، انا تحت امرك برضو، اعمل لك قالب مفيش مشاكل زي ما حضرتك عايز. واتمنى ان حضراتكم تستفادوا. واللي شايف ان الفيديو واضح جدا، يعني نفس اللي احنا عملناه في الوش الاولاني بنعمله في الوش بتاع الحوض، بنعمله في الظهر بتاع الحوض. طبقة رقيقة برضو بندي الجيلكوت. واهم حاجة تنيم الفايبر على الجيليكوت مظبوط او على الحوض مظبوط. ده طبعا لما بتحط بوليستر كتير علشان تظبطه يعني. ما تبخلش بالبوليستر بالذات في اول وشاش يعني. وفي اخر وش اللي هو الوش يعني مثلا الظهر ده ياخد له مثلا 5 وشاش او 6 وشاش. انا مش عايزه 8 زي الوش. اخر وش حضرتك ممكن تحط فيه مع البوليستر تحط شوية اسبداج يجمدوه بس شوية مش اكتر. مش هيزعلك يعني. كل ده حاجات كويسة جدا. واهم حاجة عندك ده اهم حاجة اللي هو الوش ده. بعد كده اللي جاي سهل. هنا بدأ يشد. طبعا كان فيه شوية هوا في الجنوب هنا، لكن برضو يعني ملحوقين يعني. لان هو الظهر برضو اهم حاجة يطلع معاه مظبوط، والحمد لله طلع مظبوط يعني. كل ده هتشوفوه بالتفصيل في فيديو التلميع وتجهيز الحوض. اللي هيبقى الفيديو الجاي ان شاء الله هتشوفوه بالتفصيل هيطلع عامل ازاي بعد التلميع، وطريقة العزل وتجهيزه لصب الحوض ان شاء الله. بعد كده بنبدأ نشتغل طبقات برضو 300. انا قلت لكم هنا اديت 5 طبقات ورا بعض، وهكذا بقى نفس الطريقة يعني. اهم حاجة تك البوليستر. واتمنى الناس اللي بتتفرج على الفيديو تتفرج عليه كامل، علشان الناس بتدخل تسألني اسئلة موجودة في الفيديو. يعني انا كل حاجة تقريبا بقولها على قد ما اقدر، يعني لو انا ما نسيتش حاجة يعني. لكن في ناس بتدخل تسألني اسئلة موجودة، طب انا حط ده قد ايه، طب احط ده قد ايه. انا بجاوب بس انا ما خلي سؤالك ما عنديش مشكلة انت تسأل، بس خلي سؤالك يعني ايه يعني في حاجة اهم، يعني حاجة ما اتقالتش. بس مفيش مشكلة تحت أمرك. اتفرج على أول فيديو، اتفرج على آخره، وادخل اسأل براحتك مفيش مشاكل. ده في ناس كده بتعمل كده يعني. تحت أمرك. بعد ال بعد الدك شايفين أهم حاجة اللي هو ينام على زي ما حضراتكم شايفين كده. كتر بلاستر، هو البلاستر كتره هو اللي هينيم لك الحاجة مع دك الفرشة يعني. تخلص وش في وش طبعا انت بتسيب الوش بتاع نص ساعة بيكون شد. بتسيبه ساعة على حسب، لو انت في ايدك شغل كمله عادي وتبدأ تشتغل. ساعات باجي احط الوش بيكون لسه ده مثلا في اللي تحته في سنة طرية ولا حاجة، مفيش مشكلة شغال. اهم حاجة زي ما قلت لحضراتكم الوش الاولاني. هنا بعد ما خلص، وهنا علمت بالقلم مكان الاخرام اللي بخرمها بالشنيور زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا هي عشان البنطة تلمع بس هتعذبني شوية، أنا شغال بيها من زمان. وانا لسه جاي من ساحل العاج بقالي كام يوم، فلسه في شوية حاجات كده عايز اشتريها يعني. مش مجهز الموضوع اوي بصراحة. كل بتاع حوالي 12 سنتي ولا حاجة، 10 12 سنتي
خرام جنب بعضها كده بحيث انها ما تسربش الخامة وتقفل كويس جدا زي ما حضرتك شايف. خرام بالطريقة دي. طبعا الوش الاخير زي ما قلت لحضراتكم واخد، انا حاطط اسبيداج على او كربونات كالسيوم على البوليستر، فعشان كده طالع لونه مبيض يعني. هنا بعد ما خلصت الاخرام انا هنا علمت بس العلامات اللي هي الاساسية اللي همشي عليها. هقطعها بالصاروخ. طبعا افضل صينية تقطع بيها البسكوتة. صينية البسكوتة هتقطع معاك الفايبر اسرع يعني، تطلع ريحة. بس طبعا حضرتك لابس كمامة. انا طول الوقت انا نسيت اقول لكم اهتموا جدا بال بالكمامة. اهتموا جدا بالجوانتي بالذات وانت شغال في الجيليكوت، لان الحاجات دي مضرة، الحاجات دي مش مفيدة. بس مضرة وقت التفاعل وحضرتك شغال يعني. انما بعد ما بتنشف، يعني بعد ما وقت التفاعل يخلص، مفيش اي ضرر، مفيش فيه اي مشاكل. فاهتم رجاء بس عشان ما يشيلش ذنب حد، اهتم بادوات السلامة، الجوانتي ويا سلام لو في شفاط. احنا بدأنا ندخل في الصيف اهوت، والشفاط رجاء ده مهم جدا يعني. يا اما تشتغل في مكان مفتوح يعني، يا كده يا كده، بس الشفاط طبعا افضل. ويا ريت مروحه كمان بالذات وقت الصب، لان تفرق معاك كتير. طلع لك خامه افضل من وجودها في الحر. اشتغل بنسب كويسه وتطلع لك حاجه كويسه. بنقطع الفايبر على العلامات اللي حضرتك عاملها اللي هتمشي عليها عادي جدا. تقطع بقى الحوض كله بنفس الطريقه حوالين الحوض. وبتبقى تعمل علامات صغيرة كده، تبقى عارف لما تيجي تحط الجاكيت على الوش، اللي زي العلامات اللي في الجنب اللي بشاور عليها بايدي دي، تبقى انت عارف المكان على طول. علامتين بس او علامة واحدة في جنب كده، بس انت تبقى عارف ايه، ما تقعدش تلف اه هو كده مظبوط كده مش مظبوط وبتاع. بعد كده بتبدأ بتفصل ازميل وشاكوش. طب بمجرد برامج انت عازل كويس هيفصل معاك على طول، مش هيضايقك يعني. طبعا الموضوع حضرتك شايفه في 18 دقيقة، لكن الموضوع بياخد وقت، محتاج خبرة. جرب. لو خسرت في التجارب انت الكسبان. إيه، يعني خسرت التجارب احسن من خسارة الفلوس. يعني هتخسر فلوس لكن هتبقى بخبرة، هتستفاد، هتبقى مستفاد اكتر من. بس ما تيأس يعني وما تستسلمش. طبعا ساعات بيطلع شوية حاجات كده بتبقى موجودة، كل ده هنعمله في الفيديو الجاي. في حتة في القالب ما كانتش العازل بتاعها ما كانش ممسوح. خد بالك لازم تمسح العازل كويس، لان العازل لو مش ممسوح هيعمل معاك مشاكل. طبعا الحمد لله القالب طلع كويس جدا، مفيهوش اي مشاكل. لكن في بعض النقط خفيفة كده طبعا انتوا حضراتكم مش شايفينها، لكن ان انا حابب ان انا اتكلم فيها عشان تبقوا عارفين ان عادي لو طلعت فيه مشكلة صغيرة ما عندكش اي مشكلة. هتصنفرها كويس وتحط عليها حتة جيليكوت تنشف كويس جدا وتصنفرها وتنعمها، وتبدأ تعمل تجهيز الفيديو زي ما هتشوف في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنا انا وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى يعجبكم و... ويعرف ان ده مشروع كويس جدا. انا بقول لك اشتغل فيه، ده شغلي. واتمنى ما تنساش الاشتراك في القناة. كان مع حضراتكم ابو مريم، واستفاد من كل القنوات اللي موجودة. كل كلمة بتتقال انت الكسبان لما تستفاد منها. السلام عليكم.